اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده ان شاء الله هنعمل مع بعض فطارنا خامس يوم رمضان. ان شاء الله الفطار ده هيعجبكم قوي، هتجربوه. لا، اول حاجه ان انا هعمل بشاميل وهعمل كفته. معايا هنا هو حاجه الكفته بصلايه كبيره، وحطيت معاها بصلايه صغيره، وحطيت قرن فلفل، وطبعا معايا خضره بس ايه اللي هي الحاجات يعني لسه هنحطها، يعني لسه مش ظاهره. اللي انا حطيته مع البصله دوت، حطيت فول صويا، دي كوبايه، نص كوبايه مش كوبايه كامله عشان ده نص كيلو. نص كوبايه من الفول الصويا نقعتها في الميه حوالي ربع ساعه، وممكن تتنقع ساعه يعني زي ما يكون، بس انا نقعتها ربع ساعه لان كنت هحط عليه دقيق وهعملها كفته عاديه، فانا قررت ان انا اعملها كفته بالفول الصويا لان كانت مطلوبه مني جدا ان هي الكفته الموفره. يعني اللي عايز يعمل مثلا من النص كيلو لحمه كميه كبيره كده من الكفته وكده اهو، ما بيبانش خالص في الطعم. حطيتها كده وطبعا نقعتها وعصرتها عصره حلوه، وحطيتها كده اهوت بضربها الاول مع البصل عشان تطحن طحنه حلوه قوي، يعني تطحن تبقى تخش تبقى زي اللحمه. وحطيت عليها قد نص كوبايه من الخضره، وطحنتهم كده اهو. البهارات اللي انا حطيتها، حطيت بهارات كفته، وحطيت بهارات لحمه اللي هي السبع بهارات، وحطيت بابريكا وفلفل اسمر، واللي انا حطيته شويه دوت كان حبهان مطحون. بزود الحبهان كده عشان اللحمه وكده اهوت بتدي ريحه حلوه كده وطعم حلو. طبعا لو في كبيبه صيني، في الكبيبه الصيني بتبقى حلوه قوي قوي مع اللحمه او كفته او اي حاجه. ولو في ال اللهم جوز الطيب، الاتنين كنت بحطهم مع اللحمه بيدوا طعم حلو قوي. هنا اللحمه الخلاط ما قدرش يمشي معايا، فقسمت نصها وضربتها، وهعمل النص التاني يعني. حطيت معلقه من السمنه اللي هي الدهن اللي احنا سيحناه قبل كده اهوت، وعملناه من دهن الاضحيه، عملنا منها سمنه بلدي، خدت منها معلقه كده لان اللحمه ما كانتش سمينه، خدت منها معلقه عشان بس نعمل دهون للحمه شويه. خلاص دي كده الكفته بتاعتنا جاهزت. بص الكميه بقت عامله ازاي، وهتشوفوا برده الكميه لما هنعملها ونصبحها كفته، هتشوفوا عملت ازاي. انا سايباها بس شويه ترتاح عشان ما تلزقش في ايديا وانا بعملها. وبعدين هبدا ان انا اعصج اللحمه اللي انا هعمل بيها البشاميل. هنعمل برده صينيه على صغيره على قدنا، دي كده نص كيلو لحمه، وده ربع كيلو من اللحمه اللي هو هنحطه في صينيه ال البشاميل. انا مش بكتر بصراحه في البشاميل والحاجات دي، مش بكتر اللحمه، يعني بعمل على القد بالظبط، على قد الاكله، يعني عشان احنا في رمضان، يعني عموما في كل البيوت الاكل بيبقى منه كتير، فبنعمل كميات بسيطه. بس الكفته عملت منها بقى كفايه كميه حلوه، عشان العيال بتحب تاكلها سندوتشات مع السلطه وكده، ونعمل طبق سلطه حلو مع بعض. هنا التعصيجه بتاعتنا حطيت عليها قرن فلفل وطماطمايه مبشوره، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت عليها شويه من البابريكا، وشويه من البهار من الحبهان. خلاص انا كده سبتها استوت وركنتها برضو، قفلت عليها لحد ما تهدى شويه عشان هعمل البشاميل بعد ما اخلص تصبيع الكفته. الكفته كده على على معلقه خشب كده على ايديها، وبعملها ببل ايدي بالزيت كده اهوت، وابل برضو المعلقه، الخشبه بتاعه المعلقه، واروح مطلعه مصبعه عليها عشان يطلع معايا بسهوله برضو. نصبحها كده، وبحاول ان انا افردها برضو كده تاني. بعد ما بصبحها بحطها على ايدي كده، بحاول ان انا افردها شويه كمان. هنا الدهنه دي اللي انا بطلعها اللي هي ما فرمتش جامد معاهم، فبحطها في الصينيه كده اهو. معايا معلقه من الكاتشب، معلقه من الزيت صغيره خالص، يعني ما عملتش معلقه شويه الزيت اللي انا حطيتهم، عشان بس افردها على الكفته كده اهو، تديني لون وتسكيره حلوه بتاعت الكاتشب دي كده بتبقى تسكيره حلوه. عملت الوش كله كده اهوت بالفرشه، وبعد كده بدخلها الفرن بقى تستوي براحتها، تاخد راحتها في الفرن خالص، بتنزل ميتها وتروح شاربه بقى الميه، تبخر الميه تاني، فتاخد راحتها خالص في الفرن. تمام. هعمل بقى ايه البشاميل عشان ندخل برضو البشاميل معاها، والاتنين يستووا مع بعض. حطيت هنا اهوت حوالي معلقتين من الزبده، وحطيت عليهم برضو معلقتين من الزيت، لان انا حاطه هنا اهوت عفوا 4 معالق، 4 معالق، لا 5 معالق من الدقيق. كل معلقه بتاخد عليها معلقه سمنه، معلقه الدقيق بتاخد عليها معلقه سمنه او معلقه زيت، الاتنين يا حاجه من ده يا حاجه من ده. بس فانا حطيت 5، فممكن حطيت برضو 5 من المعالق. حتى زودت بعد كده لما لقيتها ان هي مش معموله كل حلوه، مش معموله في الزيت كويس.
بس كده بقلبها شويه ريحه الزيت دي كده تطلع كده اهوت، وبروح نازله عليها بالميه. انا بعمل البشاميل بتاعتي على طول بالميه، يعني بحط نص ميه ونحط نص لبن عشان تبقى موفره معانا، يعني ما تبقاش اللي هي ايه هنعمل بشاميل ومش وتبقى يعني تكلفه كتير. كده كده هنحتاج هنحط عليها كوبايه ميه كوبايه لبن على على الحاجات دي، على الكميه دي. بس اللبن بحطه في الاخر عشان يفضل معايا لونه ايه ابيض. خلاص كده بحط مكعبين مرقه، حط شويه من الجبنه الرومي. اهم حاجه جبنه رومي بصراحه، مش بحب الجبنه الموتزاريلا في في البشاميل، لان انا برضو مش حاطه لها لبن، كله لبن. انا حاطه لها لبن وميه، حاطه الاتنين مع بعض. فبحط الجبنه علشان الجبنه بتديني طعم ايه، طعم حلو. حتى هتلاقيها فيها مطه كده اهوت، واحنا بنحطها في في الصينيه كده اهوت، هتلاقيها بتدي مطه كده. خلاص حطينا الملح بتاعها وفلفل اسمر بتاعها خلاص، وحطيت شويه برضو من الحبهان المطحون. هو مش هو موجود عندي فانا بستعمله عشان انا بحب طعم الحبهان في الاكل، فاللي مش بيحبه مش شرط ان يحطه. انا كده كده بحط في في الفلفل الاسمر بتاعي بحط فيه حبهان بطحنه معاه، فمش مش محتاجاه يعني. اللي بيعمل كده هو مش محتاج ان هو يحط حبهان يعني. خلاص كده اهوت هنفرد بقى رق بقى طبعا من المكرونه، وبعدين رق من اللحمه، وبعد كده هنزل عليها بالبشاميل. انا طبعا بحب البشاميل كتير، اللي بيحب البشاميل كتير هي طبعا يعني الاكله المكرونه والبشاميل لازم يكون فيها البشاميل كتير بصراحه، يعني مش هيبقى قليله ولا الكلام ده كله، لازم تبقى عايمه في في صوص البشاميل. خاصه ان الصوص ان احنا حاطين عليه جبنه، فهو الصوص اصلا طعمه طالع حلو، يعني طعمه حلو. اللي هو بيسموه مش عارفه والله، العيال دايما بيقولوا لي عليه الوايت صوص. هحط بقى الجبنه الرومي كده من على الوش عشان بتديني لون وبتديني طعم، عكس الجبنه الموتزاريلا بتديكي مطه ولون، لكن ده بيديني لون وبيديني طعم كمان للبشاميل نفسها. هنعمل كده طبق سلطه معانا حلو، نحط شويه خضره كده اهوت، ومعاهم البصله كده بالشكل ده. هقطع البصله زي ما يكون، يعني تتقطع زي ما يكون يعني. اللي حابب يقطعها مكعبات انا بقطعها كده اهوت بالشكل دوت. وبعد كده بقلب الاكل كله، السلطه كلها بقطعها كبيره، بتبقى حلوه يعني، تتاكل كده بتبقى سهله، احسن من السلطه اللي هي بتبقى بتنزل ميه والكلام ده كله. فدي حلوه يعني، انا دايما بتعجبني الطريقه دي في السلطه، بحسها ان هي مفيده اكتر يعني. خلاص بس عشان هي علشان خاطر الكفته، عشان خاطر في كفته فبنعمل السلطه بالشكل كده، عشان بتتحط كده في لقمه ولا حاجه، وعليها السلطه دي وشويه سلطه طحينه من عليها، بيبقى زي سندوتش حلو كده، بتبقى حلوه قوي. جربوا طريقة الكفتة دي هتعجبكم جدا، يعني هي حتى مش باين فيها طعم الفول الصويا ولا الكلام ده كله. انا طبعا مش بعملها كتير علشان خاطر ابني، يعني انا معايا ابني وعشان خاطر جوزي برضه. بس عندي بنات، فبحب ان انا ايه من وقت للتاني ادعمها، لان ولادي بيحبوا البرجر، بيكون فيه بيحبوا البرجر الخارجي، فلازم يكون فيه فول صويا، بيبقى فيه فول صويا، فهم بيحبوا طعمها. فمن وقت للتاني ان انا بحطها فيها. اللي حابب يحطها على طول يعني يحطها، مادام عندك بنات خلاص ما تخافيش منها خالص. لكن من وقت للتاني ممكن بنحطها عشان نوفر برضو ايه ان اللحمه غاليه وكده اهوت، فنعمل كميه حلوه كده تكفي الكل بالنص كيلو. يعني نص كيلو لحمه لما نيجي نعمل بيه كفته مش هيكفي 5 افراد، هتبقى يا دوبك كل واحد هيشمها. لكن لما بنزود عليها بالشكل ده هتبقى حاجه إيه مظبوطه، هتبقى ملمومه برضو شويه. هنعمل بقى سلطه الطحينه، احط خل واحط ملح عليها كده اهوت، واحط عليها شويه كمون وشويه بابريكا ولا شويه شطه، لا شطه. هقلبهم بقى كده اهو، بتجمد شويه كده اهوت، وبحط عليها شويه لبن او كوبايه زبادي زي ما يكون اللي موجود عندك يعني. انا حطيت عليها بس شويه لبن كده اهو، كملت كمان بالميه. ولو عندك زبادي بتحطي زبادي بس. تمام. خففتها بس شويه صغيرين كده بشويه ميه وخلاص، يعني بتبقى ايه حوالي معلقتين ميه، ما كترتش يعني الميه كتير. كده الزبادي الطحينه بتاعتنا كمان جهزت. جهزت السلطه، سلطه الطحينه وسلطه الخضار. وطبعا مستنيه بقى كده الاكل هيخرج من الفرن، ونشوف برضو جماله هيبقى عامل ازاي. شويه كده من البابريكا على الوش كده اهوت عشان تدي لون حلو كده اهوت للطحينه. وادي الاكل بقى بعد ما خلص. بصي المكرونه البشاميل بص شكلها عامل ازاي،
بص بتدي شكل الجبنه الرومي، بتدي شكل وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو. وادي الكفته بتاعتنا طلعت اهي متحمصه كده وحلوه. بس الحاجه الوحيده ان انا ما حطيتلهاش فحمايه، فانا نسيت احط لها فحمه. ممكن تعمل لها فحمايه تديكي ريحه الشوي كده اهو، بتبقى حلوه. والصوص كمان اللي نزل منها كان جميل جدا يعني. هوريها لكم برضو دلوقتي بعد ما اتقطعت كده، هي برضو مش هيلحق برضو، بس ايه باين عليها ان هي طريه وناعمه وحلوه. بص الكفته بقى بالكميه، بنص كيلو لحمه عملنا كميه قد ايه. هتعجبكم جدا الطريقه ديت وهتجربوها ان شاء الله. ممكن تجربوها في البرجر وممكن تجربيها في كل حاجه. ادي الفيديو بتاعنا خلص.